طبعا احنا في المقام الاول يهمنا فوز مصر. لو اتكلمنا فنيا هنشرد الكل، لو اتكلمت فني فاحنا بقى هنقول ايه. يعني النهارده هنكتفي كده بايه، بشويه ملاحظات وتحديدا على كابتن حسام حسن. ذنب الكابتن حسام. فاحنا هنقول بما يرضي الله على الكابتن حسام بس، عشان اللعيبه يعني في لعيبه مرهقه، في لعيبه مش قادره، بس هو الملاحظات ان انت بتخليهم ليه لغايه الدقيقه. يعني انت اول تغيير ليك الدقيقه 72 مصطفى محمد مكان اسامه فيصل. طبعا اتاخرت في التغييرات الثانيه للدقيقه 88 وبعد كده للدقيقه 92. طب وهو مدي 3 دقائق ولا 4 دقائق وقت ضايع. فهنتكلم في الحته دي بس ايه في عجاله كده. طبعا هو بدأ تشكيل انا من وجهة نظري مجامل جدا، تشكيل فيه مجاملات على حساب مصر. وانا بصراحة يا كابتن حسام يعني لما كنت بطالب بيك عشان انا عارف ان شخصيتك قوية جدا وما بتهابش من حد وما بتخافش من حد، واللي انت شايفه مش فنيا، انا بتكلم على قوة الشخصية. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين حتة الحماس اللي انت متميز بيها من بعد كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، اللي هو ايه بسها فيك وبسها في كل اللعيبة اللي هي في جيلك. واحنا بنلاعب فرق للأسف الشديد على قدها بجد. يعني فرق في دوري الأبطال أقوى منها، وفي فرق في الكونفدرالية أقوى من المنتخبات بصراحة، بالذات في المجموعة بتاعتنا. مش هقول لك لا، هي المجموعة بتاعتنا اللي ممكن تقلق منها كاسم وتاريخ بوركينا، يجي بعدها سيراليون. واخد بالك؟ تعالى في نص الملعب بقى، انت حطيت حمدي فتحي وحطيت مروان عطية، تمام. بس انا هنا مش تمام. ليه؟ بصراحة حمدي فتحي في اول ربع ساعة تلت ساعة هي الحاجة الوحيدة الحسنة الوحيدة اللي عملها النهاردة، لما قطع الكرة وحطها لمحمد صلاح، اللي هو اجبره انه يحطها له لان راح للجول. ان الفترة الاخيرة رامي ربيعة ما بيلعبش، كان يبقى حسام عبد المجيد ومحمد عبد المنعم. طب حط زيزو في الحتة دي. انا من وجهة نظري طالما هتحط زيزو هتحطه ناحية الرايت وتدخل محمد صلاح هو اللي يبقى بيلاعب الناس زي ما لعبهم كده في الشوط الاولاني، يا اما ما تلعبش زيزو في الحتة دي. بعد فوز منتخب مصر بهدفين على منتخب اثيوبيا وتصدر المجموعة ب13 نقطة، يلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء القادم 25 من الشهر الجاري ومنتخب سيراليون، وهي أول قدم لمنتخب مصر في كأس العالم برفقة العميد حسام حسن، علما بأن أقرب المنافسين بوركينا فاسو يمتلك 8 نقاط فقط. يمكن بعد 5 جولات بقت مصر بتعزز صدارتها ب 13 نقطة، بوركينا فاسو وسيراليون الاثنين عندهم 8 نقاط لكل فريق، وغينيا بيساو عنده 6 نقاط، وأثيوبيا عنده 3 نقاط، وجيبوتي نقطة واحدة. الجولات الجاية هي جولات مهمة جدا، لأن احنا هنلعب خلاص يوم 25 هنا مع سيراليون، وبعد كده هنلعب يوم إن شاء الله تعالى 3/9/2025 مع اثيوبيا في القاهرة، و6/9 مع بوركينا فاسو في بوركينا، وجيبوتي في القاهرة يوم 8/10، وبنختم جيبوتي عفوا، وبنختم في القاهرة في 11 أكتوبر مع غينيا بيساو. لكن الصدارة التعزيز المصري ممكن يكون مثلا مباراة بوركينا فاسو، يعني الماتش سيراليون اللي جاي يخليك تحط خطوة أولى في المونديال. الخطوة الثانية أو القدم الثانية ممكن تكون في مباراة بوركينا فاسو اللي هتبقى إن شاء الله تعالى في شهر سبتمبر. شوفوا لما الناس تحاول تكذب فتورط نفسها وتلاقيها الأقدار بتقود الأمور كلها لكشف الموقف للنادي الأهلي. وأنا قلت لكم من البداية إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تخفي حقائق وتتعلل بحاجات مش صحيحة هتجيلك من أهون سبب. اتحاد الكرة مبدئيا في القضية بتاعت مباراة القمة، المبرر اللي هو مقدمه ضد رابطة الأندية وطلبها باستخدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك، قال لك أنا ماليش إلا اللائحة، واللائحة بتقول 15 يوم، وهو عمل القرعة قبل المباراة ب6 أيام أو ب5 أيام، فبالتالي
ما كانش اقدر اجيب له حكام اجانب. وفضل المهندس هاني ابو ريده والذين معه والذين حوله برضه ماسكين قوي في الحكايه ديت، ويقول لك احنا بتوع لوائح واحنا بلد لوائح واحنا ما لناش الا الفيفا، ودي لائحه ما نقدرش نكسرها. يا عم في عندك ناس هنا موجودين 54 رئيس اتحاد، عندك انت قلت هتجيب راجل يوناني وبعد كده قلت طلياني وبعد كده قلت اللائحه وجايه ضد الاهلي، لانه فضيحه حقيقيه تكشفهم بشكل واضح وفاضح. النهارده اعلن اتحاد الكوره عبر الصفحه الرسميه بتاعته وفي رساله بعتها لكل الصحفيين انه وافق على طلب سيراميكا كليوباترا باستخدام طاقم تحكيم اجنبي لمباراته مع الزمالك في نصف نهائي كاس مصر. المباراه يوم كام؟ يوم 28. النهارده كام؟ النهارده 22، يعني 6 ايام فقط. 6 ايام فقط اهو، ولسه ما عملش حاجه. ده الخبر والبيان بتاع الاتحاد بيقول انه احال الطلب الى اوسكار رئيس لجنه الحكام الكولومبي علشان يبدا يشتغل، يشوف هيجيب مين. يعني لسه هيبدا يشتغل مش 22، 23 و24 قبل المباراه باربع 5 ايام. بسرعه اكتشفوا انه اتورطوا. بيان اللي صدر من الاتحاد على صفحته الرسميه اللي قال قبل اسبوع، لانه بمجرد ما الناس تلقفت الفضيحه وقالت لهم امال كنتوا بتقولوا ليه مع الاهلي محتاجين 15 يوم وان كنتوا ما تقدروش تخالفوا اللائحه، راحوا معدلين. قال لك سيراميكا طلب الحكام قبل المباراه ب 15 يوم او باسبوعين. الكذب ملوش رجلين، الكذب ملوش رجلين. تعالوا عيد الاحسن، احنا في شهر صيام، انا مش عارف انتوا ليكوا صيام ولا مالكوش. لان لما يقول لك احنا سيراميكا طلب قبلها باسبوعين، طب سيراميكا لعب مباراه الدور اللي فات يوم كام؟ يوم 15، في نفس اليوم اللي الزمالك كان بيلعب فيه مع سموحه. اكيد سيراميكا مش هيطلب حكام اجانب لمباراه الزمالك قبل ما يلعب مباراته، مش كده برضو؟ يعني لعب يوم 15 كسب، خليها صبح 16 راح على طول طالب حكام اجانب. طب ما هو من 16 ل 28 اللي هي المباراه الجايه هم 12 يوم مش اسبوعين يا كابتن هاني. صدقوني اللي حواليكوا بيكذبوا بيغرروا بيكم وبيورطوكم.